يا شيخ اسلام انا كنت في درس فسمعت اللي التوبه لها شروط، فحتى التوبه كمان لها شروط. ده صعبوها علينا قوي، صعبوها على الناس. ده ايه الكلام ده؟ يا عم محمد، التوبة مش صعبة ولا حاجة، ولا حتى شروطها صعبة، بالعكس. شروط التوبة حاجات بديهية جدا، انت لو عرفتها هتقول فعلا لازم الحاجات دي اعملها. اول شرط معانا هو الاقلاع عن الذنب، ان انت تبطل الذنب. يعني انا ما ينفعش اتوب لربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ابقى مكمل في الذنب واقول انا نفسي ربنا يتوب عليا. يعني انا بلاقي مثلا في رمضان واحد يبقى مبطل السجاير طول النهار، ويجي وقت اذان المغرب ممكن يفطر على اول حاجة سيجارة. اول حاجة، يعني انت طول النهار ربنا كرمك ان انت ايه ماشي على الطاعة، تمام، نعم. واول حاجة لما تفطر عليها تفطر على منكر. النبي قال ايه؟ نفطر على تمر او ميه. نعم. انت اول حاجه بتفطر عليها السيجاره. انا دلوقتي لما بقول يا رب توب عليا من السجاير وانا في نيتي ان انا افطر حتى على سجاره بعد المغرب، يبقى انا كده دي مش توبه. ده اول شرط. تاني شرط ان انا اندم على اللي فات. يعني هندم على اللي فات؟ طب ما انا عملته خلاص، اندم عليه ليه يعني؟ ما هو انت لو سهل. ما ندمتش عليه انت مش تستغفر ربنا سبحانه وتعالى. ما هو دلوقتي لازم تندم على اللي فات عشان تقول استغفر الله العظيم، عشان ربنا يغفر لك اللي مضى. دي تاني حاجه. تالت حاجه العزم على عدم العوده الى الذنب مره اخرى. انا ممكن واحد اتوب واقول في نفسي ايه، انا في شهر رمضان مثلا ولا حاجه، واقول ان شاء الله انا طول شهر رمضان هبقى زي الفل والدنيا معايا تمام، بس بعد الشهر بتاع رمضان انا هرجع تاني اللي انا كنت عايز اعمله. دي نيه في قلبي، التوبه بتاعتي مش صحيحه، لان انا المفروض ابقى عازم ان انا مش هرجع للذنب ده ابدا. دلوقتي بقى في حاجه، لا قدر الله انا عملت الثلاث شروط دولت وقعت في الذنب تاني، بجاهد نفسي بس وقعت. يا عم اقع مره واثنين وثلاثه وعشرة، المهم ان انت ما تستمرش على الوقوع. ده في العلماء حطوا شرط رابع بالنسبه لحقوق الادمي. رابع. يعني ايه حقوق الادمي؟ يعني انا مثلا دلوقتي سالف من حد فلوس، اغتبت حد او نميت، كل دي لازم اردها. لا 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 يا شيخ اسلام، حق الادمي ده والكلام ده الكبير ده، عايزين نفهم الكلام ده طيب. لا يا عم محمد، ده كلام يطول شرحه شويه، ان شاء الله نبقى نعمله في فيديو تاني.